السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في مطبخ شريفه كوزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم شلاضه او مقبل بالفلفل بالالوان، كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى ان الرضا ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا الجيم، وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الصديقات ديالكم. بالنسبه للاخوات الجدد اللي عاد اكتشفوا القناه ديالي، ما تنساوش حبيباتي تسجلوا فيها، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش تفعلوا القناه وتوصلوا بكل جديد. الا بغيتوا تشوفوا الوصفه ما عليكم غير تتابعوني على الفيديو. مشاهده ممتعه حبيباتي. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنجيب الصينيه غنفرشها، وغنجيب كذلك الفلافل غندهنهم بزيت نباتيه، غندخلهم الفران يتشواو، او كذلك نعملوهم غير يتشواو فوق البوطه او فوق المجمر. هاد العمليه هذه الدهن كتخلي الفلفل دغيا يتشوى ودغيا يتنقى. من بعد ما يتشوى غنعملو في بلاستيكه ونشدو عليها ونخليوها واحد ربع ساعه. من بعد غنحيدولو ديك الجلده ديالو وكذلك الزريعه اللي فيه بلا ما نغسلوه، حيت الا غسلناه غنحيدولو ديك النكهه اللي كتبقى فيه، ديك النسمه د الشوا. هنا عندنا الفلفل بعد ما نقيناه، عندنا كذلك عصير الليمونه، الثوم، المعدنوس، الخل، زيت الزيتون والملح والفلفل الاسود الابزار. وغنحتاجو كذلك واحد تشوبينه، يعني واحد الطاسه اللي غنعملو فيها الفلفل. من بعد غنجيب الفلفل غنقطعو بشكل طولي، غنجيب ديك التشوبينه غنعمل فيها عصير الليمون بعد ما نصفيه، معلقه كبيره د الخل، الملح، غنجيب ديك الفصوص غنطحنهم غير شويه، نخليوهم كبار شويه، يعني منحكوش هي الثومه، نخليوها بطريفات صغيره. غنضيفها على الخليط زيتون 3 معالق كبار، ومن بعد غنضيف عليها المعدنوس مقطع. المعدنوس نخلي شويوش للتزيين، ما نضيفوش كامل. المقادير مع بعضها مزيان، ومن بعد غنضيف الفلفل بالالوان، نمزج المكونات مع بعضها مزيان. عاد فكرت دابا الابزار نسيت، يعني الفلفل الاسود نسيت ما ضفتو مع المقادير، غنضيفو دابا ونعاود نخلط من جديد. نغطي التشوبينه ديالنا او العلبه وندخلها للثلاجه على الاقل واحد 2 ساعات باش يعني تندمج مع بعضها. هاد الوصفه صدقوني كتجي لذيذه، كنتمنى تجربوها واكيد غتعجبكم. هي الوصفه ديالنا عملتها في طبق التقديم، يعني شكلت على شكل هندسي باش يجيو الالوان متناسقه مع بعضهم. في الاخر زينتها بالمعدنوس. اذا عجبتكم الحلقه اليوم ما تنساوش تعملوا جيم، وكذلك ما تنساوش تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وحلقه جديده، في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.